في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض السجق الشرقي بطريقة بسيطة من غير أي أدوات غريبة. هقول لكم في الفيديو كل الحاجات اللي تخلي السجق يطلع مظبوط معاكم. هقول لكم كمان في الفيديو ازاي تفرقوا بين السجق الطبيعي والسجق اللي مضاف له مواد كيميائية، وكمان هوريكم ازاي تقدروا تشووه على الفحم بأبسط طريقة. أنا نسمة، دي قناتي، لو أول مرة تشوفوها اشتركوا وفعلوا الجرس ويلا بينا نبدأ على طول. اول حاجه خلطه التوابل بتاعه السجق. طبعا في خلطات جاهزه موجوده في السوبر ماركت او عند العطار تقدروا تستخدموها عادي، بس النهارده حبيت اوريكم ان احنا نقدر نعمل خلطه السجق بتاعتنا بالطريقه اللي احنا عايزينها، ونقدر نعدل عليها زي ما احنا عايزين. الكميه اللي انا هعملها النهارده اللي هي كيلو لحمه تقريبا، هحتاج معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره 7 بهارات، معلقه صغيره كزبره، معلقتين كبار بابريكا عشان تديله لون حلو، معلقه صغيره شمر مطحون وده بيدي نكهه مميزه كده للسجق وهتعجبكم جدا، نص معلقه صغيره كبابه صيني، وهحتاج رشه جوز الطيب ودي اختياري لو عايزين تشيلوها اوكي، وهنحتاج طبعا معلقه صغيره فلفل اسود مطحون، والكل كيلو لحمه هحتاج معلقه كبيره ملح، هنزود كمان معلقه صغيره سكر عشان توازن الطعم. هقلبهم كويس وهسيبهم على جنب. تعالوا بقى للمكونات الأساسية في خلطة السجق نفسها. هحتاج كيلو لحمة مفرومة. اللحمة دي أنا جبتها من الجزار وفرمتها في البيت عشان أقدر أتحكم في نسبة الدهون اللي فيها. لو انتوا هتجيبوها مفرومة هنجيب لحمة مفرومة نسبة الدسم فيها 20%. أهم حاجة لو احنا هنفرمها في البيت نفرمها وهي شبه متلجة، لأنه ده بيفرق جدا في قوام ونتيجة السجق. يعني عايزين نعمل الوصفة واللحمة لسه باردة. وهزود عليهم 250 جرام دهون، تقدروا تستخدموا ليا ضاني او تستخدموا دهون بقري، انا عملت ميكس بين الاتنين. هنحتاج كمان 10 فصوص توم مفرومين ناعم، معلقتين كبار هريسة شطة عملناها مع بعض في فيديو قبل كده وهسيب لكم اللينك بتاعه. هنحتاج كمان ربع كوباية خل، واساسي في الوصفة نص كوباية مية متلجة. هبتدي بقى انزل اللحمة، هنزل عليها خلطة التوابل اللي عملناها، هزود الدهون، توم، الهريسة والخل، وابتدي اعجن بقى الخلطة دي بايدي كويس جدا. الخطوة دي اساسية في عمل السجق، زي ما بنيجي نعمل الكفتة مثلا لازم تتعجن شوية لحد ما المكونات تبقى ناعمة وكلها دخلت في بعضها. وانا بعجن كده هبتدي ازود المية المتلجة بالتدريج. المية دي اولا بتخلي القوام متجانس ومظبوط، تاني حاجة بتخلي قوام الخلطة ناعم فيسهل عليا عملية الحشو. دلوقتي انا هغطي الخلطة كده وهدخلها التلاجة اقل حاجة ساعتين. علشان نعمل السجق هنحتاج هانك او الممبار الضاني اللي هو الرفيع جدا ده، موجود عند جزارين معينين بيتباع عادي جدا. بننضفه كويس قوي، ولازم طول ما احنا بنستخدمه يبقى محطوط في مية كده، لو طلعناه من المية هينشف ومش هنعرف نحشي. في طرق كتير لحشو السجق، في ان احنا نقدر نستخدم المفرمة اللي بالكهرباء ونستخدم القطعة بتاعت حشو السجق، في جهاز كده بيحشي السجق. انا النهاردة اخترت الطريقة العادية جدا اللي مش محتاجة اي ادوات غريبة عشان اي حد يعرف يعمله في البيت. هنحتاج اي قمع عندنا. اول حاجة هبتدي اخد طرف الهانك او الممبار وابتدي ادخله في القمع كده، وبعد كده هربطه من الطرف، اخد حتة من خليط السجق وابتدي احشيه كده بالشكل ده. وقبل ما الطرف يخلص كده هشيله واربطه كويس قوي. هعمل بقى كل الكمية بالشكل ده. عايزة اوريكم طريقتين لتشكيل السجق. الطريقة المشهورة اللي احنا عارفينها كلنا اللي بتبقى عند الجزار، ان انا باخد القطعة اللي انا حشيتها كده وبقسمها نصين، وببتدي اقفلها من هنا كده والفها، واخد طرف اعديه منها كده والف، واكرر الخطوات دي لحد ما كله يبقى عندي بالشكل ده. ده المقاس الطبيعي اللي معروف للسجق. عملت منه مقاس اصغر شوية بحس ان هو الطف من الكبير، بنفس الطريقة برضو. والطريقة التانية ان احنا نلف رول كده بالشكل ده، الشكل اللي مشهور في المطاعم، بيتشوي كده على بعضه، ممكن يتحط في شبكة او على الفحم. بصوا دي كمية السجق اللي طلعت من اللحمة اللي احنا عملناها. شكلت شوية صغيرين وكبار والرول. طبعا عادة بعد ما بنخلص السجق بيحتاج حاجة من اتنين، يا اما ان احنا نعلقه في مكان تهوية فيه كويسة ونحط تحته طبق او كده عشان ينزل المية الزيادة، وفي الطريقة التانية واللي انا بفضلها ان احنا نحطه في صينية بشبكة ونغطيه ونحطه في التلاجة. طيب هنسيبه في التلاجة قد ايه؟ يعني نقول 12 ساعة. طبعا السجق ليه مليون طريقة للتسوية. اخترت النهاردة ان انا اشويه على الفحم.
طريقة الشوي على الفحم بتنزل الدهون الزيادة، بيبقى خفيف ونكهة الفحم كده بتبقى لطيفة جدا. ولعت الفحم وهبتدي انزل السجق. الجو كان حلو فما احتجتش اصلا اهوي على الفحم ولا حاجة، كان فيه هوا. اهم حاجة وانتوا بتسووا السجق النار ما تبقاش عالية قوي، والفحم ما يبقاش قريب من اللحمة عشان تاخد وقتها في التسوية. هفضل اقلبه كده كل شوية، تقريبا اخد 15 دقيقة. طبعا في فرق رهيب بين السجق الجاهز والسجق اللي احنا بنعمله في البيت، مش بس عشان بنبقى عارفين جودة اللحمة اللي احنا مستخدمينها، عشان دايما بيستخدموا مادة معينة في اللحوم المصنعة اسمها صوديوم نايتريت. المادة دي هي اللي بتدي للحمة او المصنعات اللون الاحمر، ودي الطريقة اللي تخليكوا تعرفوا السجق ده مضاف له مواد كيميائية ولا لا. السجق الطبيعي اللي بنعمله بلحمة خالص زي ما احنا عاملينه في الفيديو كده، لما بيتعرض للنار لون اللحمة بيتغير طبيعي، زي ما بنسوي اللحمة لونها بيتغير. لو فضل لون اللحمة احمر ده دليل على ان احنا مستخدمين المادة دي، والمادة دي هي السبب الاساسي اللي بيخلي اللحوم المصنعة تتصنف ان هي مواد مسرطنة. لما تشوي على الفحم نزل كل الدهون الزيادة، طعمه خفيف نضيف، وعارفين احنا حطينا فيه ايه، لحمة بجد بقى مش اي حاجة محطوطة وخلاص. كلوه بقى بالطريقة اللي تحبوها وبألف هنا. بس كده. لو لسه بتتفرجوا لحد هنا شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. اشوفكم الفيديو الجاي.